للمرة الثالثة بالضيق لتستعرض مفاتنها وبطريقة تستفز الجمهور، ثم بالبشكير. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل والجمهور غضوا البصر بعد أن قامت الفنانة ياسمين صبري بحذف أول صورة لها على حساباتها، والتي عرضتها على هجوم من قبل المتابعين، وذلك بعد ظهورها وهي تستعرض لياقتها البدنية من داخل الجيم، ولكن ظهرت بصورة بوضعية برزت من خلالها منطقة حساسة من الجسد. وبعد انتقادها قامت الفنانة ياسمين بحذف الصورة من حساباتها، ولكن لم تكتفي، ثم نشرت لليوم الثاني صورة بنفس الوضعية ولكن بملابس مختلفة. واليوم فاجأتنا الفنانة ياسمين صبري بنشر صورة جديدة من داخل الجيم، واللي ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس ضيقة للغاية وتقف أيضا بوضعية مستفزة. وأكد الجمهور إنها تعتمد إبراز هذه المنطقة وما الذي تقصده دائما من هذا الظهور المثير، حيث ظهرت الفنانة ياسمين صبري خلال التقاطها السيلفي واللي ظهرت تقف بجانب مرآة وتقوم بحركة انحناء بالجسد لتستعرض من خلاله مفاتنها. من بعدها شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة لحسابها على تطبيق الانستجرام واللي ظهرت من خلالها بالبشكير وهي تضع المكياج. وبعد نشر الصور انهالت التعليقات، واللي جاء بعضها متغزلا في جمالها والآخر رافضا هذا الظهور وإنه لا يليق بامرأة شرقية.